حطينا كمان المكرونه ايه. انا عايزه اقول معلومه طبعا للبنات المبتدئين يا جماعه. بصي انا عايزاكي اول الميه لازم تغلي بتاعه المكرونه، لان المكرونه لو الميه ما غلتش ما تحطي المكرونه بعد كده تتلت. لازم الميه بتاعه المكرونه انها تغلي ايه، لازم تغلي شويه كمان، يعني تخليها تغلي ماشي. وعايزه اشكر كل الناس يا جماعه من داخل مصر وخارج مصر على تشجيعهم للقناه وبيساعدوها. والكلام والله الكلام اللي بتقولوه ده بصراحه بتفرحني برضو، بيخلي الواحد يشجعه ان هو يعمل فيديوهات. وانا معلش انا اسفه برضو ان انا مقلله برضو في الفيديوهات، لان طبعا دي فتره امتحانات انتوا عارفين. وربنا يوفق الجميع ان شاء الله وينجح كل اولادنا ان شاء الله. وعايزه كمان اقول ايه، بعد ما سلقنا المكرونه هنقلب مع بعض بقى ماشي. بصوا احنا حطينا شويه زيت ماشي، وفصين ثوم على كزبره ماشي. انا بعملها بثوم بس ما بعملهاش ببصل ماشي. المكرونه بتبقى حلوه قوي بالثوم، جربوها كده ماشي بالمنظر ده كده. نحط شويه كزبره برده تاني، الكزبره بتخلي طعمها خرافه يا جماعه ماشي. هنفشها بقى. هنحط بقى التوابل ونيجي ماشي. بصوا يا جماعه طبعا احنا بعد ما حطيت القوطه اهي ماشي. هتقولوا القوطه حمراء قوي كده ليه؟ انا حاطه بنجرايه صغيره. كل ما باجي اعمل قوطه ماشي بحط بنجرايه ماشي. هنحط بقى فلفل اسود، هنحط الملح، طبعا نحط شطه لان انا بحب الشطه قوي المنظر ده كده. هنحط برده شويه كمون. انا حطيت معلقه خل يا جماعه ماشي. هنقلب بقى كله كده مع بعضيه. انا عارفه كلنا شاطرين يا جماعه، بس انا بقول للبنات المبتدئين يعني دي خطوه حلوه قوي لما تحطي كمان بنجرايه مع القوطه. قوطه طبعا في قوطه بتبقى جهره، مش عارفه الايام دي القوطه مش حمراء قوي يعني، من بره حمراء من جوه بتبقى حاسه ان هي برده ما فيهاش، مش حمراء من جوه بتبقى جهره. فحطي ايه بنجرايه صغيره كده مع القوطه واضربيها في الخلاط. هنسيبها بقى تتسبك ونيجي نعمل ايه بقيه الاكل. دلوقتي طبعا احنا بصوا انا ما عنديش زبادي فيها، اعمل طبعا خلطه اعمل الفراخ اللي هي الشرايح ديت هوريها لكم هنعملها مع بعض. عندي طبعا بصلايه قطايه. انا طبعا ما عنديش زبادي ده ايه يعني، واحنا قلنا ايه هنعمل اكله اقتصاديه باي حاجه عندك اعمليها. دي التتبيله بتاعت ايه، بتاعت اللي هي زي البانيه كده ماشي. هنعملها مع بعض ونيجي ماشي. بس بعد ما بشرت قطايه واحده وبصلايه واحده هحط ريحه جنزبيل ماشي. هنحط كمان ثوم بكزبره مدقوقين ماشي بالمنظر ده كده ماشي. هنحط كمان فلفل اسود المنظر ده كده. هنحط كمان ملح كده، حاجات بسيطة برضو. هنحط شوية خل ماشي. طبعا احنا ما عندناش زبادي في البيت، عايزين نتبل برضو فراخ، عايزين نتبل بانيه، عايزين نتبل نعمل اي حاجة تتبيلة يعني للفراخ او اي مشويات يا جماعة، او برضو مقليات برضو بتعملي الخلطة دي لو انت ما عندكيش زبادي ماشي. دي حاجة اقتصادية ماشي. انتوا عارفين طبعا كل حاجة غالية في السوق، فماشي حالك يعني ماشي. هنقطع بقى القطع الفراخ ونجي مع بعض. بصوا احنا دلوقتي بنحمر طبعا بطاطس جنبيها ماشي، عشان تبقى اكله ايه متكامله. التقليه التسبيكه اهي اتسبكت ماشي. انا طفيت عليها شويه عمل بس البطاطس كده هتتحمر عشان نحط بس على طول يبقى كل حاجه ايه سخنه. دلوقتي انا حطيت القطع الفراخ في التتبيله وهسيبها شويه قبل ما البطاطس تتحمر. وبعد كده ايه انا حطيت طبعا فلفل اسود، حطيت كمون، وحطيت كزبره، وحطيت خل وجنزبيل ماشي، والبصل اللي بشرته والقوطه اللي بشرتها ماشي. وقلبت كله مع بعضيه وسبتها. طبعا انا ما عنديش زبادي فدي ايه اسهل طريقه. هنحمر بقى البطاطس ونيجي مع بعض نحمر ايه القطع الفراخ. بصوا بعد ما حطيناها بقى في التتبيله هنحط بقى ايه، انا جايبه ايه الدقيق حطيت عليه توابل برده زي ما حطيت على قطع الفراخ. هنقلب بقى كله كده ماشي. طبعا لو عندك زبادي حطي بيطري برده الفراخ ماشي بالمنظر ده كده. هنحطه بقى ايه في الزيت ونحمر. بصوا يبقى منظره كده ماشي. احنا بنتبله نحطه بقى في الدقيق ياخد طبقه الدقيق دي
بقى ايه في الطاسه. ماشي، نخلص ده ونجيب. بص احنا طبعا هنحط بقى ايه التقليه. خلاص اهي انا عملت البطاطس حمرتها وعملت كمان قطع البانيه. هنحط بقى المكرونه ونقلبها بقى ونجي مع بعض. ماشي، وادي الاكل بعد ما خلصته. ادي الفراخ دي طبعا صدر فرخه بس يا جماعه، ودي المكرونه طبعا هي فيها صوص، انا ما بحبهاش تبقى الصوص بتاع صايص. وهنا اللفت كمان مخلي جنبك اهو، وكمان ادي بطاطس. ماشي، حاجات اكل اقتصاديه واخر الشهر يا جماعه من صدر فرخه بس. انا بجيب الفرخه بطلع منها الصدر وما بجيبش بانيه. طبعا البانيه 130 جنيه دلوقتي، فاحنا لازم نعمل ايه، نمشي بايه، بتوفير ونوفر برضو. ماشي، وشكرا.